كشعب سرياني من ضمن جميع المكونات المتواجدة بهاي المنطقة نستنكر هاي الهجمات على مدينة كوباني، مقاطعة كوباني، وعلى منطقة الجزيرة بشكل عام. طبعا هاي الهجمات الدولة السورية هي القائمة بها ومستمرة إلى حد اللحظة. هاي الهجمات طبعا السبب معروف، هو الهدف منه انه التصميم على المركزية من قبلهم هن. فالمركزية طبعا لضمان فرض سيطرتهم على طبعا جميع مناطق سوريا بشكل عام. طبعا احنا كمنطقة جزيرة متواجدين بجميع مكوناتها، سواء كان كردي او سرياني او عربي. هاي المنطقة طبعا متعايشة منذ مئات السنين ومتواجدين كقرابة أولا أو كمناطق عشائرية يسودها طبعا الأمان والألفة بين بعض. أكيد يعني كون أنه نحن هون متواجدين كشعوب بهاي المنطقة، لكن طبعا بهاي الفترة حصرا طبعا هناك في فتن، أكيد الفتن خارجية هي لضرب هاي الشعوب ببعضها، وطبعا الهدف منها طبعا النزاعات والتفرقة بين هاي الشعوب. طبعا هاي الفتنة أكيد ما رح تزبط علينا نحن كشعب متواجد بهاي المنطقة، كون أنه نحن المحبة والألفة والعيش المشترك هو اللي طبعا المتواجد بين جميع هاي الأفراد. نحن في ظل هاي الهجمات على طبعا منطقة الجزيرة، أكيد نحن ولحماية مناطقنا ولحماية أحيائنا تم تشكيل لجان حماية. هاي اللجان الحماية من جميع المكونات طبعا، ونحن كمكون سرياني أيضا شكلنا لجان حماية ضمن الأحياء. هاي اللجان طبعا لجان كمان المرأة متواجدة بهاي اللجان، وهي تعتبر على شكل مناوبات بين بعض. فنحن هدفنا هو انه حماية هاي المنطقة ضمن اي اعتداء يتواجد على احيائنا او اي اشتباكات وما شابه. طبعا نحن بنوجه تحية اكبار لقواتنا العسكرية طبعا المترابصة على جميع الجبهات وتناضل وقدمت الشهداء من أجل حماية هاي المنطقة، ونحن مع قواتنا العسكرية قلبا وقالبا صدقا يعني، ونتمنى لهم الحماية والله يحميهم والله يحمي هاي المنطقة، وإن شاء الله يا رب الله يجيب الأمان والسلام على جميع مكونات هاي المنطقة. المؤامرة اللي صارت بأيدي دولية والتدخل الخارجي، هاي المؤامرة كانت كتير كبيرة، ولكن مثل ما مؤامرة اللي صارت عن عبد الله أوجلان عام 1999 باتت بالفشل، واليوم كمان بهاي المؤامرة اللي صارت على شمال شرق سوريا وبالتحديد على روجافا وأصدقائنا وأخواننا الكرد. نحن كمكون أرمني نحن ما نترك أصدقائنا بهاي المؤامرة، نحن معاهم بدمنا بأولادنا، شو ما يتطلب نحن مع أصدقائنا وما نترك أصدقائنا كالنساء الأرمن. طبعا نحن بالنفير العام نحن كمان لبينا لنداء النفير العام تبع الإدارة الذاتية، وكمان يعني مسكنا نقاط للدفاع عن الشعب الكردي في شمال والشرق في روجافا. هاي المؤامرة مؤامرة كبيرة بالنسبة لنا، مو بس اخواننا الكرد فقط هن يعيشون في روجافا، ايضا يعيشوا فيها المكون السرياني، المكون الاشوري، المكون اليزيدي، السرياني، الارمني، الكل عم يعني تعايش مشترك هذا. وهي الاداره الذاتيه اللي صارت كمان، وسواء كانت قصد او الاداره الذاتيه كلها بدماء شهدائنا، دماء مشتركه مشيت على هدف واحد،
هي بناء مجتمع ديمقراطي تعددي لا مركزي، لنشوف كلياتنا يعني الظلام اللي كانت اللي كان مخيمها نظام الأسد ولا سواء الحكومة الانتقالية. نحن نرفض هذا الشيء، ونحن كمكون الأرمني موجودين مع إخواننا الكرد قلبا وقالبا.